ايه يا ابني مش هتكلم عمر يجي؟ سيبك منه يا عم، ده عيل هيجي يبقى واخدنا القعده. بس عمر مش كده على فكره، وانت اللي بتبقى واخد بالك منه كل مره وبزياده. ايوه ناخد بالي من حته عيل ملوش لازمه زي ده ليه؟ ما تلم لسانك شويه يا اخي. انا بقول على اللي بشوفه. عملت ايه يعني؟ عملت كبيره من الكبائر متزوقه بشويه ذنوب. مالك؟ عايز ايه يعني؟ انت قاعد تقطع في فروه صاحبنا اللي مش معانا، دي اسمها غيبه. ايوه يعني ايه غيبه دي؟ مش فاهم. يعني اكيد عمر اللي انت بتقول عليه هو بيحبش يتقال عليه كده، ولا يحب ان هو يتشتم بامه، فبالتالي انت كده اختبته ووقعت في ذنب الغيبه، ودي من كبائر الذنوب يا صاحبي. طب والقف كده. عمر اللي انت بتدافع عنه ده بيقول عليك كلام ما يتقلعش من الرجلين، ده حتى بيقول عليك ان انت مالكش فيها وبتيجي تخسرنا الحجز كل مره. انا بس عايز اهنيك واقول لك مبروك. على ايه؟ انت دلوقتي خدت بونص على الغيبه، والبونص دي هي النميمه. ايوه اللي انت عملته دلوقتي ده اسمها نميمه. يعني ايه دي كمان؟ انك تحاول توقع بيني وبين حد، او توقع بين اي اتنين لاي غرض، دي اسمها نميمه، وبرضه دي كبيره من الكبائر وذنبها عظيم. يا جدع بجد. وايه كمان يا عم الشيخ؟ وممكن تمنعك من دخول الجنه. ايه يا عم انت بتقول ايه يا عم؟ انت ربك غفور رحيم وهيسامحني، وبعدين احنا داخلين على شهر رمضان وربنا بيغفر كل الذنوب. ما بتتحسبش كده يا صاحبي. ربنا يسامحك لما تطيع اوامره وتسمع كلامه وتعمل بيه. اللي هو ايه طيب؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. أما عن النميمة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. النبي في يوم من الأيام كان معدي جنب قبرين، وقال إن اللي جوه القبرين دول بيتعذبوا. الأولاني كان ما بيسترش نفسه وقت التبول، أما التاني كان بيمشي بالنميمة. النميمة اللي أنا لسه عاملها دلوقتي؟ بالظبط يا حمو يا حبيبي، شطور أوي، اسم الله عليك. ده أنا على كده عملت الكبيرة دي كتير. أيوه وخدت ذنوب أكتر. ياهو كتير يا معلم كتير. انت هتوترني ليه يا عم انت؟ انا حاسس ان انا شايل جبل سيئات على دماغي. وايه اللي زنك على كده؟ فتفته من على راسك، وتخلي بالك من اي صخرة معاصي تتحط عليك مرة تانية. انا بس لو اعرف طريقة امسح بيها كل الذنوب دي. جيس وات، انا عارف. وساكت ليه يا عم؟ ما تقول. الندم. ايه؟ أول وأهم شرط في التوبة إنك تندم على كل غيبة ونميمة عملتها، ولو أنت اخترت حد تروح للي اتكلمت معاه وتصلح الصورة اللي أنت بوظتها. يعني مثلا لو كنت قلت لحسام على عمر حاجة وحشة قبل كده، أروح أكلم حسام وأقول له حاجة كويسة في عمر؟ تمام. ها وإيه تاني؟ إنك ما عدتش تغتاب أو تنم. أظن بديهيات دي. هحاول. مش حاسك. أصل الموضوع صعب. افرض جيت مرة نسيت وجبت سيرة حد. حلو سؤالك، حلو. بلاش رزال. تاخد كنغر. يا عم الله يصلح حالك، جاوبني يلا. وقتها بقى على طول تستغفر ربك وتتوب عن اللي انت لسه عامله، وتعمل ايه بقى؟ تدعي وتستغفر للي انت لسه كنت بتجيب في سيرته بالباطل. فهمت. يعني مثلا برضو زي ما كنت بقول عن عمر انه فارجع واستغفر واقول وقتها للناس اللي كانوا سمعوا ان عمر طيب وعلى نياته، وربنا يصلح حاله ويهديه. سلام. بص ايه ده يا معلم؟ شعر ايدي وقف. شعرت من حلاوه فهمك للحوار، وانك وفرت عليا كلام كتير كنت عايز افهمهولك. طبعا يا جدع، انا ناصح وبلقطها وهي طايره. انت فاكرني غبي زي الولع؟ اسف. دلوقتي لازم اقول لك تحصن نفسك ازاي من اي شبهات غيبه او نميمه. يا ريت، لان بتهيالي كده الحوار صعب عليا. بص، حاول تنضف من جواك. يعني تخلي قلبك صافي تجاه كل الناس، وتلتمس الاعذار وتبعد عن الظن السوء. فاهم. وايه تاني؟ حاول تردد اذكار ربنا على لسانك، واحده واحده هتلاقيك متعود على الكلام الحلو، وبالتبعيه تفكيرك هينضف. ايه يا جدعان الولا عمر لسه ما جاش؟ بس يا معلم، ما اسمحلكش تغلط في حد مش موجود. اشجيني. وحتى لو موجود فكل واحد له احترامه. هنخيب ولا ايه؟ حلاوتك يا حمو. ربنا يهديك يا اسطى ويثبتك على طاعته.